النهاردة معادنا مع الجزء الثاني من فيلم ذا ميج، ولو عاوزين تشوفوا الجزء الأول هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. وبيبدأ الجزء الثاني بعد 5 سنين من أحداث الجزء الأول، وبنشوف جانج رئيس منظمة الأبحاث البحرية في المختبر بتاعه، وساعتها بيجرب بدلة الغطس الجديدة اللي هو اخترعها. وبالليل بيكون في حفلة كبيرة للمنظمة، وده بمناسبة 10 سنين على تأسيسها. وبيكون جوناس موجود في الحفلة ومعاه مينج بنت أخت جانج، وبنعرف إن مينج اتعلقت بجوناس من بعد وفاة مامتها، وده كان سبب في ان جوناس يفضل معاها ومع خالها جانج في المنظمة. وبنعرف كمان ان جوناس اتشهر بعد ما قضى على سمكة الميجالدون زي ما شفنا في الجزء الاول، وعلشان كده الناس كلها بتقرب منه وبتتصور معاه. وهنا بتظهر سول الممول الرئيسي للمنظمة، وبتقدم جانج للموجودين علشان يقول كلمته. وهنا جانج بيقول ان هو وفريقه قدروا يوصلوا لخنادق في اعماق المحيط، والخنادق دي بيعيش فيها اسماك قرش الميجالدون. وبيعلن جانج عن سمكة قرش من نوع الميجالدون، والسمكة دي اسمها هايكي. وبيقول ان هم لقوها وهي صغيرة في الخندق وكانت مصابة، ولكن هم قدروا يعالجوها وينقذوها من الموت. وتاني يوم بتكون مينج نفسها تشارك مع جانج وجوناس في رحلتهم للخندق الحراري، ولكن جوناس بيرفض وبيقول لها ان ده هيكون فيه خطورة كبيرة عليها، لان هم في الرحلة دي هيغوصوا لمسافة 25 ألف قدم في الأعماق، ودي أول مرة حد يوصل للعمق ده في التاريخ. وأثناء ما هم بيتكلموا بتيجي ريجاس وبتقول لهم ان جانج بيعوم مع سمكة القرش اللي اسمها هايكي، فبيروحوا كلهم لغرفة المراقبة بسرعة. وبيتكلم جوناس مع جانج من خلال اللاسلكي وبيسأله عن اللي هو بيعمله، فبيفاجئوا جانج وبيقول له ان هو قدر يدرب هايكي، وده لان هو قضى سنين طويلة معاها وقدروا يفهموا بعض. فبيفهموا جوناس ان فصيلة الميجالدون محدش يقدر يروضها او يدربها، ولكن جانج بيطلب منه يهدى ويشوف هو هيعمل ايه. وبعدها بيمسك جانج جهاز التحكم وبيقول لهم ان هو لما يضغط مرة واحدة على الجهاز هيطلع منه تردد معين، والتردد ده هيكي هتفهمه وهتيجي ناحيته. وبيقول ان هو لما يضغط على الجهاز مرتين هيصدر منه تردد مختلف، وبرضه هيكي هتفهم التردد وهتمشي من قدامه. وبعدها بيبدأ جانج تجربته وبيضغط على الجهاز مرة واحدة، وساعتها بتيجي هايكي فعلا وبتقرب منه. وهنا كلهم بيتخضوا وبيكونوا خايفين ان هايكي تاكل جانج، ولكن جانج بيضغط على الجهاز مرتين وبتمشي هايكي من قدامه. وساعتها بيكون جانج مبسوط وفرحان باللي هو عمله. وبعدها كلهم بيجهزوا نفسهم لرحلة الغوص في المحيط. وفي الوقت ده بتكون مينج مع خالها جانج وبيشرح لها مميزات بدلة الغطس اللي هو اخترعها. وبتعرف مينج من خالها ان جدها جيانج كان قاسي عليه وان هو سابه يشق طريقه في الحياة لوحده، ولكن بمرور السنين قدر جانج يفهم ان ابوه كان عاوز مصلحته، وكانت النتيجة ان هو بقى خبير زيه في الابحاث البحرية. وبعد شوية وقت بيتحرك الفريق بالهليكوبتر لمحطة في وسط المحيط، وبالليل بتحصل حاجة غريبة للسمكة هايكي لأنها بتكسر المكان اللي هي فيه وبتهرب جوه المحيط. وتاني يوم بيكون في فريقين من المنظمة بيجهزوا نفسهم علشان يغطسوا في المية، والفريق الأول بيتكون من جوناس وريجاس وزميلهم اللي اسمه سال، والفريق التاني بيتكون من جانج ولانس وكريتي. وفي غرفة المراقبة في المحطة بيكون ماك مع المساعدين بتوعه واللي هم جي وزميلتهم الجديدة اللي اسمها جيس، وبتكون مهمتهم هي متابعة الرحلة كلها. وهنا بتنزل الغواصتين في المحيط، وأول ما بيوصلوا لعمق 17 ألف قدم بتظهر بينج في الغواصة اللي فيها جوناس، وبيبان وقتها إن هي كانت مستخبية جواها من غير ما حد يعرف. فبيطلب جوناس من ريجاس إن هي ترجع بالغواصة للمحطة علشان يرجعوا مينج، ولكن ريجاس بتدافع عن مينج وبتطلب منه إن هو يسمح لها تكمل معاهم الرحلة. فبيفهم جوناس إن ريجاس هي اللي ساعدت مينج علشان تعمل كده، ووقتها مينج بتقول له ان هي جايبه معاها بدله الغطس بتاعتها ومستعده لاي حاجه ممكن تحصل. واثناء ما هم بيتكلموا بيبلغهم جانج ان في سمكه قرش من فصيله الميجالدون جايه ناحيتهم، فبيأمرهم جوناس ان هم يغوصوا للاعماق باقصى سرعه، وبيكونوا فاكرين ان السمكه دي جايه من الخندق الحراري اللي بيعيش فيه كائنات الميجالدون، ولكن كلهم بيتفاجئوا ان السمكه دي تبقى هايكي. فبيدي جوناس اوامره بالتحرك للخندق بسرعه، وده لان هو ده الطريق الوحيد للنجاة. ولكن أول ما بيدخلوا جوه الخندق بيظهر قدامهم كائن تاني، وبيكون عبارة عن سمكة قرش ضخمة جدا، وبتكون دي أكبر سمكة ميجالدون هم شافوها في حياتهم. فبيقول هنا جانج لجوناس إن هو عنده فضول وعاوز يستكشف الخندق، فبيعرفوا جوناس إن لو حصل أي حاجة خطر هيوقف العملية كلها. وبعدها بيشوفوا السمكة هايكي مع 2 من أسماك الميجالدون، فبيقول لهم جانج إن هايكي هربت بسبب نداء التزاوج. وفي الوقت ده الأجهزة بترصد قاعدة كبيرة في الخندق الحراري
البخاري. فبيستغرب جوناس لان القاعدة دي متطورة جدا، ده غير ان في غواصات موجودة فيها، وجوه واحدة من الغواصات دي بيكون في واحد اسمه مونتس. وبنعرف ان مونتس ورجالته بيزرعوا متفجرات في الصخور علشان يفجروها ويستخرجوا المعادن النادرة. واول ما بيكتشف مونتس وجود جوناس وفريقه بيسيب رجالته وبيفجر المكان كله وبيهرب. فبيحاول جوناس وجانج ان هم يهربوا من الحطام اللي سببوا الانفجار، ولكن للاسف بيخبطوا في صخرة كبيرة وبتتعلق غواصة جوناس. فبيتحرك جانج بالغواصة بتاعته وبينقذهم، ولكن الحطام بيقع على غواصة جانج. وفي الوقت ده ماك بيطلب من جيس ان هي تجهز غواصة الانقاذ بسرعة، وده علشان ينزلوا بيها في المحيط ويساعدوا زمايلهم. ولكن جيس بتكتشف ان في حد عطل لوحة التحكم بتاعة غواصة الانقاذ، وبتعرفه ان اللي عمل كده كان قاصد ان هو يعطل الغواصة. وفي الوقت ده بتكون غواصة جوناس اتعطلت وحصل فيها تلفيات كتير جدا، ده غير ان الاكسجين اللي جواها قرب يخلص. ووقتها بتكون مينج زعلانة على خالها وفاكرة ان هو مات، فبيطمنها جوناس وبيعرفها ان هم هيدوروا عليه. وهنا بتقدر ريجاس ان هي تشغل جهاز الاتصال جوه الغواصة، وبيتكلم جوناس مع ماك وبيطلب منه يبعت لهم غواصة الانقاذ. ولكن ماك بيقول له ان الغواصة عطلانة، فبيقول له جوناس ان هم هيلبسوا بدل الغطس ويطلعوا بيها لسطح المية. فبيحذروا ماك من الخطوة دي لان بدل الغطس مصممة علشان تفضل ساعتين بس تحت المية. ولكن جوناس بيفهمه ان مفيش قدامه اي حل تاني. وبعدها ماك بيقرر ان هو يشوف تسجيلات كاميرات المراقبة، وده علشان يوصلوا للشخص اللي عطل غواصة الانقاذ. ولكن جي بيبلغه ان في حد مسح كل تسجيلات كاميرات المراقبة. فبيقرر هنا ماك ان هو يستخدم خوادم الاقمار الصناعية، وده علشان يوصلوا لنسخة من التسجيلات ويعرفوا مين هو الجاسوس اللي في المحطة. اما جوناس واللي معاه فبيلبسوا بدل الغطس وبياخدوا معاهم اسلحة وبيخرجوا من الغواصة. واول ما بيخرجوا بيلاقوا جانج وكريتي قدامهم، فبتفرح مينج ان خالها لسه عايش وبتحضنه. ولكن فجأة بيلاقوا خوذة لانس بتقع قدامهم، وده معناه ان في كائن هجم على لانس وموته. فبيتخضوا كلهم وبيزعلوا على زميلهم اللي مات. ولكن جوناس بيبلغهم ان هم لازم يكملوا في طريقهم للقاعدة على امل ان هم يلاقوا فيها غواصات انقاذ ويطلعوا بيها لسطح المية. وهنا جانج بيشوف على جهاز الماسح الضوئي ان في مخلوقات غريبة جاية عليهم بسرعة. فبيسألوا جوناس اذا كانت الكائنات دي من فصيلة الميجالدون. فبيقول له جانج ان الكائنات دي اصغر ولكن اسرع بكتير. فبيؤمر هنا جوناس الفريق كله ان هم يتحركوا باقصى سرعة. ولكن المخلوقات الغريبة بتوصل وبتهاجمهم، وبيهجم 2 منهم على مينج، ولكن جانج وجوناس بينقذوها منهم في اخر لحظة. وبعدها جانج بيستخدم طلقة اضاءة قوية وبيجبر المخلوقات دي ان هي تهرب من المكان. ولكن الاضاءة القوية دي بتشد انتباه اسماك الميجالدون ليهم. فبيتحرك جوناس بسرعة وبيمسك طلقة الاضاءة وبيرميها بعيد عنهم. فبيتحرك قرش الميجالدون ناحية الاضاءة وبيكسر اجزاء كتير من القاعدة. وبعدها جوناس وفريقه بيقربوا من القاعدة، ولكن قرش الميجالدون بيكون جاي وراهم بسرعة كبيرة. فبتقرر هنا سال ان هي تضحي بنفسها وتخلي القرش ياكلها علشان تنقذ باقي زمايلها. وبعدها كلهم بيدخلوا القاعدة وبيقفلوا الباب عليهم. وبيكتشفوا وقتها ان الخوذة بتاعت كريتي حصل فيها شروخ جامدة، وفجأة بتنفجر الخوذة وكريتي بتموت. وبعدها جوناس بيفضي المية من الغرفة، وبيكونوا كلهم في قمة الحزن بسبب موت زمايلهم واحد ورا التاني. ولكن جوناس بيهديهم وبيقول لهم ان لسه الطريق قدامهم طويل. وبعدها بيقلعوا بدل الغطس وبيستكشفوا القاعدة، ومن خلال المعدات اللي قدامهم بيعرفوا ان دي قاعدة لاستخراج المعادن ولكن بطريقة غير شرعية. وبيلاقوا وقتها صخور بتحتوي على معادن نادرة وغالية جدا. والمفاجأة ان جانج بيلاقي بدلة غطس من تصميمه، وبيكون مستغرب ازاي البدلة دي وصلت للمكان ده. وساعتها بيشوفوا قدامهم باب مقفول، فبيفتحوه وبيلاقوا قدامهم 3 غواصات للهروب اثناء الطوارئ. ولكن الغواصات دي ما بتكونش شغالة. وفجأة وبدون اي مقدمات الباب بيتقفل عليهم. وهنا بتظهر جيس على الشاشة، وبنعرف ان هي الجاسوسة اللي في المنظمة، وبتقول لهم ان هي بتتحكم في القاعدة اللي هم فيها، وبتعرض عليهم فلوس كتير في مقابل ان هم يشتغلوا معاها في استخراج المعادن. ولكن جوناس بيرفض وبيقول لها ان في 3 من زمايلهم ماتوا بسببها، وبيعرفها ان هو هينتقم منها. وهنا جيس بتفصل اول غواصة عن الغرفة، فبتتوتر ريجاس وبتكون خايفة من الموت. فبتطلب منها جيس ان هي تقتل جوناس وتحمي نفسها وباقي زمايلها. والغريب ان ريجاس بتمسك السلاح وبتصوبه على جوناس، ولكنها بتتراجع وما بتقدرش تموته. فبتفصل هنا جيس الغواصتين التانيين عن الغرفة. وفجأة بتظهر سول على الشاشة وبتقول لهم ان هي صاحبة القاعدة دي، وبتقول لهم كمان ان جيس بتشتغل لحسابها.
بسرعة، وبتوجه سول كلامها لجانج وبتقوله ان هي استغلت كل المعدات اللي هو اخترعها، وده علشان تسرق المعادن اللي موجودة في قاع المحيط. فبيتعصب جانج من كلامها وبيكسر الشاشة، فبتفتح جيس المية عليهم علشان يموتوا غرقانين جوه الغرفة. ولكن جوناس بيخرج من الغرفة بسرعة وبيتحرك ناحية غرفة معادلة الضغط، وده علشان يفتح لزمايله باب الخروج من الناحية التانية. ولكن فجأة بيهجم عليه واحد من الكائنات الغريبة، فبيتحرك جوناس بسرعة وبيضربه بالنار وبيخلص عليه. وبعدها بيفتح جوناس باب الغرفة وبيدخل جواها وبيقفل الباب وراه، ولكنه للأسف بيغمى عليه بسبب ضغط المية اللي هو اتعرض له خارج القاعدة. وبعد شوية بيفوق جوناس وبيلاقي مونتس قدامه، وبنعرف هنا ان مونتس يبقى واحد من رجالة سول. وبنعرف كمان ان مونتس يعرف جوناس من زمان، وده لان جوناس بلغ عن مونتس ودخله السجن قبل كده، وعلشان كده مونتس مرضيش يقتل جوناس لما كان مغمى عليه، وقرر ان هو ينتقم منه وهو في كامل وعيه. وساعتها بتقوم بينهم معركة شرسة جدا، وكل واحد فيهم بيوجه للتاني ضربات جامدة ومميتة. ولكن جوناس بيضرب مونتس ضربة قوية جدا وبيوقعه على الارض وبيغمى عليه. وبعدها بيفتح جوناس باب الغرفة اللي فيها زمايله وبيقدر ان هو ينقذهم من الغرق في اخر لحظة. وبعدها بياخدهم جوناس وبيركبوا غواصة مونتس علشان يهربوا بيها، ولكنهم بيلاقوا اسلحة الغواصة كلها عطلانة، وده معناه ان هم مش هيعرفوا يواجهوا قروش الميجالدون لو هجمت عليهم. فبيستخدم هنا جانج ذكائه وبيخرج من الغواصة وبيروح يشغل اضواء القاعدة كلها علشان تجذب قروش الميجالدون ناحيتها. وبعدها بيرجع للغواصة وبيخرجوا بيها من الخندق، وساعتها قروش الميجالدون بيفجروا القاعدة. وبيلاحظ جوناس ان الانفجار اللي حصل عمل ممر في جدار الخندق الحراري، وبيكون قلقان من خروج قروش الميجالدون من الخندق لسطح المحيط. ولكن جانج بيقول له ان الممر ده هيتقفل من تاني في خلال ساعة، فبيتمنى جوناس ان الكائنات ما تخرجش وتفضل جوه الخندق. وفي الوقت ده في الخندق بيظهر مونتس وهو لابس بدلة الغطس، وبيستخدم واحدة من العوامات اللي بيبعتوا بيها عينات المعادن لسطح المية وبيشغلها وبيخرج بيها من الخندق بسرعة. ولكن في مكان تاني جوه الخندق بيخرج اخطبوط ضخم جدا من مكانه وما بيكونش واضح هو رايح على فين. وفي الوقت ده ماك وجي بيشوفوا نسخة تسجيلات المراقبة وبيكتشفوا ان جيس هي اللي عطلت الغواصة. وفي نفس الوقت بتوصل قوات من المرتزقة علشان يساعدوا جيس في فرض سيطرتها على المحطة بالكامل. وبتروح جيس ومعاها المرتزقة وبتخبط على ماك وجي وبتطلب منهم يسلموا نفسهم من غير اي مقاومة. ولكن ماك وجي بيخرجوا وبيرشوا عليهم رذاذ الفلفل، وساعتها بتحصل بينهم مطاردة على سطح المحطة، ولكن في النهاية بيقعوا في ايد المرتزقة. وفي الوقت ده بيوصل جوناس والفريق للمحطة وبيكتشفوا وجود المرتزقة، فبيطلب جوناس من ريجاس ان هي تاخد مينج ويجهزوا قارب النجاة لحد ما هو وجانج يدوروا على ماك وجي ويرجعوا. وفي نفس اللحظة دي بيوصل مونتس للمحطة وبيقابل جيس وبيقرروا ان هم يقفلوا على نفسهم غرفة المراقبة، وده لحد ما المرتزقة يقبضوا على جوناس وفريقه. وبيكون ماك وجي مع 3 من المرتزقة ورايحين بيهم لغرفة المراقبة علشان يسلموهم لجيس، ولكن جانج بيظهر قدامهم وبيشتت انتباههم، وفي نفس الوقت بيهجم جوناس عليهم وبيضربهم وبيحرر زمايله. وعلى الناحية التانية مينج وريجاس بيشوفوا 3 قروش ميجالدون متجهين ناحية المحطة بسرعة كبيرة. وفي غرفة المراقبة جيس بيتكلم سول وبتعرفها باللي بيحصل، وأثناء ما هم بيتكلموا بيهجم قرش الميجالدون على الغرفة وبياكل جيس، فبيهرب مونتس من الغرفة بسرعة قبل ما القرش ياكله هو كمان. وبعدها بيركب جوناس وفريقه في القارب وبيستخدموا المجاديف لأن صوت المحرك ممكن يجذب قروش الميجالدون ناحيتهم. وفي نفس اللحظة دي بينزل مجموعة من المرتزقة للمية بالقارب بتاعهم، وبسبب صوت المحرك بتاع القارب قرش الميجالدون بيروح لهم وبياكلهم. وهنا جوناس بيجهز رماح فيها متفجرات علشان يقتل بيها قروش الميجالدون. وبنروح لجزيرة قريبة من محطة الأبحاث وبيكون فيها مجموعة كبيرة من السياح مبسوطين جدا وبيستمتعوا بالمناظر اللي حواليهم، وبيكون في مجموعة منهم على مركب في المية، وفجأة بيهجم عليهم الأخطبوط العملاق وبيغرق المركب وبيبدأ ياكل فيهم واحد ورا التاني. وفي نفس الوقت مونتس ورجالته بيكونوا في الجزيرة، ووقتها بتيجي سول بالطيارة وبتقول لمونتس إن جوناس وفريقه على وصول، وده لأن الجزيرة دي هي أقرب مكان ليهم، وبتطلب منه إن هو يخلص عليهم كلهم أول ما يوصلوا. ولكن فجأة بيظهر قدامهم مخلوق غريب من المخلوقات اللي هجمت على جوناس وفريقه في المحيط، فبيطلب مونتس من سول إن هي ترجع للطيارة وبيضرب نار هو ورجالته على الكائن ده. ولما الناس بيسمعوا صوت ضرب النار بيخافوا وبيجروا كلهم ناحية البحر، أما سول فبتجري بسرعة على الطيارة، وبمجرد ما بتدخلها بيهجم عليها واحد من الكائنات وبيموتها. وفي نفس اللحظة دي
بيوصل جوناس وفريقه لشاطئ الجزيرة، وبيطلبوا من كل الموجودين ان هم يطلعوا من المية لان في اسماك قرش جاية وراهم، ولكنهم بيستغربوا ان الناس بتجري ناحية المية وهي مرعوبة. وفي نفس الوقت ده اسماك القرش بتكون قربت من الشاطئ وبتاكل اي حد قدامها، فبيقرر جوناس ان هو ياخد جيت سكي ويخلي اسماك القرش تطارده علشان يبعدهم عن الشاطئ، وفي نفس الوقت يقتلهم بالرماح اللي معاه. وفجأة بيظهر قرش ميجالدون قدامه وبيهجم عليه، ولكن جوناس بيتفادى في اخر لحظة وبيقع في المية، وبعدها بيعوم وبيوصل للجيت سكي من تاني. وللأسف الجيت سكي بيكون معلق ومش عاوز يشتغل، وبيكون القرش على وشك الوصول لجوناس. ولحسن حظه ان الجيت سكي بيشتغل وبيهرب جوناس من القرش في اخر لحظة، وبعدها بيمسك رمح في ايده وبيرميه على القرش ولكن مش بيصيبه، فبيمسك الرمح التاني وبيقدر انه يصيب القرش ده وبيموته. وبعدها بيمسك جوناس اخر رمح معاه وبيحاول ان هو يموت القرش التاني، وفجأة بيظهر مونتس وبيضرب نار على جوناس علشان يموته، وساعتها بيقع الرمح من ايد جوناس، ولكنه بيقدر يهرب من مونتس وبيوصل عند مرسى المراكب، ولكن القرش بيهجم عليه وبيوقعه في المية. وفي اللحظة دي بيكون مونتس وصل للمرسى وبيفضل يضرب نار على الجسر علشان يقتل جوناس وهو في المية. وفجأة بيطلع جوناس من تحت المية وبيضربه بخشبة في رجله وبياخد منه سلاحه، وساعتها جوناس بيلمح القرش وهو جاي عليهم، فبيضرب مونتس برجله وبيقع جوه بق القرش وبياكله. وفي الوقت ده ريجاس وجي بيدوروا على اي تليفون علشان يطلبوا النجدة، وبيشوف جي قدامه جثة واحد من المرتزقة وبيفتشها وبيلاقي تليفون، ولكن الكائنات الغريبة بتظهر تاني وبتطاردهم، فبيجروا منها بكل سرعتهم وبيدخلوا يستخبوا جوه مخزن، وبيتفاجئوا ان في مجموعة من المرتزقة جوه المخزن ماسكين ماك وجانج، ولكن جانج بيعمل خدعة في جي وبيخليه يضغط على زرار باب المخزن وبيفتحه، فبتدخل الكائنات الغريبة على المرتزقة وبتاكل فيهم واحد ورا التاني، وبيستغل جانج واللي معاه الفرصة وبيهربوا كلهم من المخزن بسرعة. وبعدها جي بيستخدم التليفون وبيطلب قوات خفر السواحل علشان تيجي تنقذهم، اما جانج فبياخد ماك وبيتحركوا ناحية الطيارة، وده علشان يقضوا بيها على قروش الميجالدون، وبيكون معاهم كيس من مادة متفجرة لقوها في المخزن، وبمجرد ما بيوصلوا عند الطيارة بيلاقوا واحد من الكائنات الغريبة موجود هناك، فبيقرر جانج ان هو يشتت انتباهه علشان يدي فرصة لماك ان هو يركب الطيارة ويشغلها، وساعتها الكائن ده بيكون خلاص هياكل جانج، ولكن جانج بيخلص عليه في اخر لحظة. وبعدها بيتفاجئ ان في مجموعة كبيرة من الكائنات الغريبة بتجري ناحيته، فبيجري منها بكل سرعته وبيروح ناحية الطيارة، ولكن ماك بيصدمه وبيقول له ان الطيارة ما فيهاش وقود، فبيرجع جانج وبيمسك خرطوم الوقود وبيملى خزان الطيارة، وبيركب جانج الطيارة مع ماك وبيشغلها وبيطير بيها، ولكن للأسف الكائنات الغريبة بتهجم عليهم وبيقع جانج من الطيارة، ووقتها الكائنات الغريبة بتقرب منه علشان تاكله، لولا ان ماك بيتصرف بسرعة وبيستخدم مسدس الإشارة اللي في الطيارة وبيضرب الطلقة اللي فيه على محطة الوقود وبيفجرها، وبيركب جانج الطيارة في آخر لحظة وبيمشوا من المكان. وبعدها جانج بيستخدم المادة المتفجرة وبيصنع قنابل علشان يرميها على قروش الميجالدون ويموتها، ولكن فجأة بيشوف مينج وهي بتحاول تنقذ واحدة من الغرق، فبينزل ماك بالطيارة علشان ياخدها معاهم، وهنا الأخطبوط الضخم بيظهر فجأة وبيمسك في الطيارة، فبينط جانج من الطيارة بسرعة قبل ما تقع في المية وتتدمر، وساعتها الأخطبوط بيمسك مينج، وهنا جانج بيغرز شمسية في دراع الأخطبوط وبينقذها، ولكن للأسف الأخطبوط بيمسكه بدراعه التاني، فبيطلب جانج من مينج إن هي ترميله قنبلة، فبترميله مينج القنبلة وبيمسكها قبل ما ينزل بيه الأخطبوط تحت المية، ووقتها بيقدر جانج إن هو يزرع القنبلة دي في جسم الأخطبوط وبيفجره، ومع ذلك الأخطبوط ما بيموتش وبيمسك جانج قبل ما يخرج من المية، وفي اللحظة دي بيهجم قرش الميجالدون على الأخطبوط وبيقتله، وبعدها بيروح جانج على حطام الطيارة علشان يطمن على ماك وبيحاول ينقذه لأن ماك بيكون محشور في جسم الطيارة. وفي الوقت ده بيوصل جوناس للشاطئ وبيعرف من مينج إن ماك وجانج في المية، فبينط في المية علشان يروح يساعدهم، ولكن جوناس بيتفاجئ إن قرش الميجالدون بيتحرك ناحية جانج وماك، فبيطلع فوق مجموعة من الصخور بيكون عليها جزء من مروحة الطيارة، فبيستخدمه جوناس وبيخبط في المية وبيجذب انتباه قرش الميجالدون ليه، وساعتها القرش بيتحرك ناحيته بسرعة وبيهجم عليه، وهنا جوناس بيغرز مروحة الطيارة في دماغه وبيموته، وبكده بيكون جوناس قدر يخلص على 2 من قروش الميجالدون. وفي الوقت ده بيظهر واحد من الكائنات الغريبة وبيهجم على مينج، ولكن جي بيظهر في الوقت المناسب وبيضربه بالنار وبيقضي عليه، اما جوناس وجانج وماك فبيكونوا راجعين للشاطئ، وفجأة بيلاقوا آخر قرش ميجالدون جاي ناحيتهم، ولكن وقتها جانج بيطمنهم وبيقول لهم ان دي هايكي
وبيغطس تحت المية وبيطلع الجهاز اللي معاه وبيضغط عليه مرتين علشان هايكي تبعد عنه زي ما هو دربها، وفعلا بتفهم هايكي التردد اللي بيخرج من الجهاز وبتعدي من جنبه من غير ما تهاجمه. وبعد شوية وقت بتوصل قوات خفر السواحل للجزيرة، وبيكون وقتها جوناس قاعد مع زمايله على الشاطئ وبيحتفل معاهم بان هم لسه عايشين. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.